اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن طريقة حجز رقم داخل اقرب فرع ليك من بنك مصر او الفرع اللي انت عايزه في بنك مصر. بتحجز الرقم قبل ما بتروح بيوم او قبلها بكام يوم. بتخش عن طريق تطبيق بنك مصر وبتحجز القسم اللي انت عايز تخشه والوقت كمان اللي انت عايز تحدد فيه ميعاد الزيارة بتاعتك داخل الفرع، وكمان التاريخ اللي انت عايزه. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الشرح اللي احنا بنعمله دلوقتي بناء على طلب متابعين الافاضل، بان احنا نبدا نوسع فيه البنوك التانية، ونبدا ان احنا نشرح تطبيقات لبنوك تانية. فيا ريت عشان نوسع اكتر من كده ونعمل شرح لتطبيقات اكتر من كده، دعم القناه، بس دعم القناه ماديا عن طريق اللي هو السوبر، خدمه السوبر سانكس، او عن طريق الدعم المادي الخاص بالقناه. هتلاقي طريقه الدعم تحت في صندوق الوصف. ويا ريت كمان ندعم الحلقات باللايك والكومنت، انك تسيب تعليق تحت الحلقه، والشير. واللي لسه بيشوف الحلقه اول مره يا ريت تشترك في القناه. ويلا بينا نبدا الحلقه. زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه، هنشرح خطوات ان احنا ازاي نحجز رقم او نحجز دور داخل اي فرع من فروع بنك مصر عن طريق التطبيق اللي هو الابلكيشن بي ام بنك مصر. اول حاجه هنعملها هنفتح التطبيق. طبعا لو انت مشترك في البصمه بتعمل عمليه الغاء، لان طبعا لو انت فتحت التطبيق ومشترك في البصمه بيظهر لك على طول الشاشه بتاعت البصمه، لو ضغطت عليها بيدخلك على البرنامج من جوه. فانا عايز ان انا اشتغل على واجهه البرنامج من بره، فبتعمل عمليه الغاء وبتخش على بحيث ان هو يظهر لك اللي هو التطبيق البرنامج من بره زي ما انت شايف كده. بتيجي تحت الايه، تحت كلمه تسجيل الدخول، في حاجه اسمها حجز او اعاده حجز او زياره الفرع، تضغط عليها تدخل معاك على الشاشه اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. هنا بيطلب منك ان انت تدخل رقم تليفونك، بتدخل رقم التليفون بتاعك اللي هو ايه مسجل جوه الفرع، او المسجل بصفه عامه، او رقم التليفون بتاعك، وبتعمل عمليه متابعه. بيظهر لك الاختيار انت شايفه قدامك، بيطلب منك انت تفتح اللوكيشن بتاع الموبايل او الموقع الجغرافي بتاع الموبايل، عشان خاطر يجيب لك الفروع اللي هي اقرب فروع قريبه منك، بحيث انت تختار احسن يعني ايه قريبه منك في وفقا للمنطقه الجغرافيه اللي انت فيها. تمام. فبتعمل اول اختيار اللي هو allow only while using this app، يعني انت بتسمح ان هو ايه يعني ايه، يعني يفتح الاوبشن ده فقط وانت بتستخدم البرنامج ده. بعد ما تضغط عليها طبعا بيجيب لك الخريطه قدامك اهيت، وبيجيب لك هنا تحت هنا اهوت المفروض في الحته اللي هي الايه الحاجات اللي هي بالاسود تحت دي كده المواقع او مواقع الفروع اللي هي اقرب فروع قريبه منك. بتختار اي واحد فيهم بتضغط عليه، وفي هنا على الشمال في المكان ده كده بيبقى فيه زي حاجه شبه النتيجه، بتضغط عليها بيقوم مدخلك على الفرع اللي انت عايزه. بتتفتح الشاشه قدامك زي ما انت شايف كده. بتلاقي هنا فوق اسم الفرع اللي انت اخترته المفروض. بعد كده بتلاقي هنا اللي هنا بيبقى فيه 3 حاجات تحت بعض. اول سهم او اول اختيار بتختار القسم اللي انت المفروض هتدخل عليه. ماشي. تاني اختيار اللي هو اختيار التاريخ، اللي هو تاريخ الايه، تاريخ الزياره اللي انت هتروحها بكره مثلا بعده، يعني النهارده مثلا، لو النهارده 15 بكره مثلا ممكن تختار يوم 16 17 الوقت اللي انت عايزه. الوقت المتاح بتختار اللي هو الوقت وفقا ايه اللي هو يعني، بس بيظهر لك مثلا الساعه 9 10 الساعه 9 الساعه 10 الساعه 11 وفقا لمواعيد البنك اللي موجوده. تعال كده نختار مع بعض. اول حاجه احنا ضغطنا على اول سهم اهو، ظهر لنا ايه الاقسام الخاصه بالفرع اللي موجوده قدامك. تقدر مثلا كبار عملاء، تقدر مثلا ذوي الهمم، تقدر مدفوعات الكترونيه، خدمات ايداعات المبالغ الكبيره، خدمات العملاء اصحاب الهمم، وهكذا. ماشي. هنا في كل الاختيارات اللي انت عايزها، بتختار القسم اللي انت عايزه حسب انت داخل البنك بتعمل ايه. تاني حاجه بتعملها طبعا لو احنا اخترنا خدمه عملاء على سبيل المثال، بتختار بقى التاريخ مثلا اللي انت عايزه. هنا متاح كل التواريخ اللي موجوده اللي هي ايه ان البنك شغال فيها. ماشي. 15 16 17 اختار اليوم اللي انت عايزه. بعد كده بيجي يقولك اختار الوقت اللي انت هتروح فيه، المفروض عايز توصل فيه من اول بقى 9 10 لغايه اللي هو طبعا ميعاد قفل الباب اللي بيبقى الساعه 3. بتختار الوقت اللي انت عايزه فيهم. بعد ما بتعمل كل الاختيارات بتاعتك كلها بلا استثناء قدامك، بتعمل حاجه اسمها تاكيد الزياره. بعد ما اكدت الزياره بيظهر لك الرقم زي ما انت شايفه قدامك كده بالظبط. تمام. ده كده رقمك داخل الفرع. وهنا بيكتب لك الفرع اللي انت المفروض قدمت عليه، وهنا بيكتب لك التاريخ بتاعك والوقت بتاع التاريخ. تمام كده.
لو انت موافق على الرقم دوت وشايف ان الموضوع بالنسبه لك تمام، اعمل تم خلاص، وبتنزل بتعمل عمليه ايه، تحميل للرقم بتاعك، بحيث ان انت لما تيجي تاني يوم تخش على الفرع اللي انت داخله بتوري لهم الصوره اللي انت محملها عندك على الموبايل. بيخش طبعا بياكد لك الرقم عندك، وبيديك وصل او بيديك ورقه بنفس الرقم الموجود بتاعك. لو انت مش عايز خلاص، انت افتكرت مثلا ان في عندك مشكله وانت واقف على الموضوع، بتعمل الغاء الزياره في ساعتها، بتلاقي الزياره بتتكنسل. لو انت عايز تعمل اي تعديل فيها او حاجه، بتخش تعمل تغيير الموعد، وبتخش انت تغير الميعاد حسب رغبتك او حسب ما انت عايز. لو انت الموضوع بالنسبه لك تمام بتعمل تم، ويبقى انت كده. طبعا ما تنساش طبعا ننزل الرقم، عشان خاطر الرقم ده لو راح من عندك او وقت الزياره راحت من عندك، يبقى انت كده مش هتعرف تجيبه تاني. تمام. او ممكن تجيبه من على الباب برقم موبايل عادي. بس يفضل تكون الرقم ده معاك، بيسهل عليك شويه. بقى كده بتعمل ايه، لو انت خلصت خلاص بتعمل تم، ويبقى انت كده خلاص اكدت الميعاد بتاعك، ويبقى انت كده ما عندكش مشكله. وتاني يوم او طبعا هتشوف اليوم اللي انت حددت فيه الزياره، بتروح على طول على الفرع اللي انت حددت فيه الزياره، بتدخل رقم موبايلك بره على الباب، على المكنه اللي بره، بيطلع لك الرقم بتاعك اللي انت حاجزه داخل عن طريق اللي هو ايه، عن طريق التطبيق. لحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون الحلقة فادتكم، وإن شاء الله بكم في حلقة جديدة. مع السلامة.